اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا في خير وفي احسن حال. النهارده يوم جديد وفيديو جديد. طبعا اول ما نبدا الفيديو كده ما ننساش ندعي البابا بالرحمه والمغفره، اللهم امين يا رب العالمين. وكمان ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تعالوا بقى اليوم النهارده كده متنوع شويه، والفيديو النهارده كده مختلف عن كل الفيديوهات اللي فاتت، فتابعوا بقى معايا الفيديو للنهايه علشان ما تفوتكوش اي كده فتفوته في الفيديو. اول حاجه كده طبعا انا صايمه الايام دي، يعني الاسبوع ده كله صايموه علشان الستة من شوال. فقلت كده ايه، نعمل بقى افطار مع بعض النهارده. وهبدا يوم النهارده كده معاكم من اول الفطار اللي انا هعمله. اول حاجه كان محمد جايب لي وراك واجنحه، فقلت بصراحة اعمل الوراك، يعني بما ان هي تنظيفها هيبقى سهل على طول كده، والاجنحة اشيلها في الفريزر لوقت تاني. فبصراحة حتى ما نضفتهاش، لان بصراحة الصيام الايام دي صعب بالنسبة لي قوي عن صيام رمضان كمان. يمكن في رمضان ما حسيتش بالصيام زي ما انا ما حاساه الايام اللي بعد رمضان دي. فربنا كده يتقبل مننا يا رب، اللهم امين. وتعالوا بقى ايه، افكركم بقى اللي لسه ما بدأش الصيام يا دوبك يلحق، خلاص فاضل قليل جدا والشهر يخلص. مش عارفة بصراحة قد ايه، بس احنا خلاص يعني في النص التاني من الشهر يعني. فاللي ما صامش بقى الستة من شوال صوموهم، ثوابهم يعني عند ربنا كبير جدا. فيلا بينا بقى ايه نعمل الاكل. وطبعا زي ما انتم شايفين لوسيندا يعني ايديها قبل ايدي في كل حاجه، ربنا يخليها يا رب ويبارك فيها. عايزه تساعدني في حاجات كتير بس هي لسه صغيره ما تعرفش، بس هي عايزه على طول تقف تساعدني، يعني ربنا يخليها لي يا رب ويبارك لي فيها، وان شاء الله تكبر كده وتعمل كل حاجه اللي هي نفسها فيها. اول حاجه كده بقى حطيت الفراخ زي ما انتم شايفين، خدتها كده غسلتها غسله حلوه. وطبعا الليمون دوت نقعته فيها بعدين، وسبتها كده بتاع نص ساعه منقوعه في الليمون والملح لحد ما نطفت خالص وبقت زي الفل. هنا بقى قلت كده اتبلها على طول واسيبها بقى في التتبيله لحد ما اخلص اللي ورايا، وبعد كده ارجع احطها في الفرن على طول. حطيت بقى هنا كده بصلايه مبشوره وكمان قرن فلفل مبشور، وحطيت بقى كل التوابل اللي عندي، حطيت شويه كزبره وشويه فلفل وشويه بابريكا. وجت معايا كده شطه، بس كنت متلخبطه ما بينها هي والبابريكا، بس جيت كده معايا سنه صغيره وخدت بالي فمرضتش اكتر عشان مالك كل سن ده يعني مش بيحبوا الشطه. بس حطيت كل التوابل اللي عندي دي، وكمان هجيب شويه ملح ونص ليمونه كده. لو عندك خل حطي شويه خل، الخل طبعا بيخلي الفراخ يعني تتبل بسرعه، تشرب من التتبيله اسرع. فحطيت كمان معلقه صلصه كده. وقلت ايه اتبل بقى الفراخ، بما اني ما عنديش طماطم فمش هنزل طبعا اشتري الطماطم ب25 علشان اتبل بيها الفراخ، قلت احط شويه صلصه وامشي نفسي، وكانت طعمها بصراحه حلو. بس بقى قلت الاكله دي لازم جنبها شويه سلطه كده، فنزلنا فعلا واشترينا طماطم بس على قد السلطه بس. هنا بقى تبلت الفراخ كده كويس جدا. بصوا بصراحه التتبيله ولا كتير قوي اللي هي اوفر على على الفراخ، ولا قليله، حلوه اللي هي تبلت كده الفراخ وجت معايا بالظبط. بس طبعا انا طبعا وانا بغسل الفراخ كنت عامله كده اخرام بالسكينه في الاجزاء كلها علشان تتبل يعني كده كويس وتشرب من التتبيله حلوه قوي. هاخدها بقى كده زي ما هي وادخلها على التلاجة، ويلا بينا بقى ايه نشوف الشغل القمر ده. قلت كده الحقه كده في اول الفيديو عشان الناس اللي بتخرج من الفيديو بدري فيكونوا شافوا معايا الشغل القمر ده. ده طبعا زي ما انتم شايفين شغل كونكريت، والشغل دوت مشهور جدا الايام دي. ده بيبقى عباره عن فازات بقى ومباخر ويعني صواني كده تحط فيها الاكسسوارات وحاجات قمر جدا. طبعا الشغل ده كله موجود فوري، اللي عايز يطلب منه يعني هسيب لكم اللينكات في اول كومنت ومثبت. وطبعا مش هوصيكم يعني، اتمنى طبعا كل كده يخش ويجرب منها. هي بنوتة كده صاحبتي زي القمر اسمها منى، هتحبوها جدا جدا لما تخشوا وتتعاملوا معاها، وبإذن الله ما يكونش آخر تعامل ما بينكم وما بينها. وكمان الشغل بتاعها هيعجبكم قوي. بصوا اشكال والوان كتير جدا مش هتزهقوا. واللون اللي موجود مثلا لو مش عاجباكي وعايزه تغيري مثلا، اذا كانت بقى فازه او صينيه او اي حاجه عايزه تغيريها بلون تاني متاح، ممكن تقولها مثلا عايزه الشكل ده، اللون ده يعني متاح عندها، هتعملك اللون اللي انت عايزاه. وطبعا التسليم يعني بيكون شحن بالبريد المصري.
فالحاجة توصلك لحد باب البيت وانت مطمنة، وشغل يعني بصراحة فاخر من الاخر. بصراحة شغلها حلو قوي، هيعجبكم بصراحة شغلها، والفينش بتاعها حلو قوي. فاتمنى تخشوا كده وتجربوا من عندها. طبعا ده شغل العيد الكبير، فيلا بقى شجعوها كده وخشوا اشتروا من عندها قبل زحمة العيد والكلام ده كله، علشان تطلع لكم الالوان اللي انتم محتاجينها وتطلع لكم الشغل اللي انتم محتاجينه. وهفكركم تاني، هسيب لكم اللينكات بتاعتها في اول كومنت مثبت. يلا بينا بقى ايه نكمل الفطار بتاعنا بتاع النهارده. طبعا طلعت بقى الفراخ. طبعا زي ما انتم شايفين بقى، جبت الصينيه كده وقطعت فيها بالظبط 3 بطاطسيات وسط كده، وما كترتش لان انا اصلا ما كنتش عايزه احط بطاطس، وكنت عايزه ايه اشويها بس كده في الفرن. بس قلت بقى ايه نعمل جنبها كده كام بطاطسايه وشويه رز بشعريه علشان تبقى ايه وجبه متكامله. حطيت بقى معلقتين صلصه ودوبتهم بميه، وحطيتهم على الفراخ بالبطاطس. وانا كنت ناسيه اتبل الصلصه، فتبلت كده من على الوش على طول، على وش الصينيه يعني. حطيت كمان كام حته سمنه كده، واحطها على النار من فوق تغلي كده غلوتين، وادخلها بقى الفرن تستوي مع نفسها وكمان تاخد الوش. هنا بقى قلنا لازم سلطه، بصراحه مش عارفين نستغنى عن السلطه بقى خلاص، يعني زهقنا بقالنا كتير عاملين مقطع للطماطم. بس انا صايمه ومحتاجه سلطه كده جنب الاكل، وكمان الاكله دي محتاجه فعلا سلطه. فاستاذنت محمد بقى ينزل يجيب لي كده طماطم يعني وخضره وطحينه، لان ما كانش عندي، عشان ايه تبقى الاكله متكامله. بصراحه كنت هنزل انا، بس الصيام مفرهدني خالص، وقلت بقى العيال هيشبطوا فيا وكده، فهو بصراحه نزل جابهم لي على طول. غسلت بقى كده الخضرة ونضفتها، وبصراحة الخضرة حلوة قوي الايام دي. فالصيف بيطلع الخضرة بتبقى حاجة تانية، فالواحد بيحب الشتاء عشان الخضار بصراحة بيبقى طازة وبيبقى حلو قوي. بس الخضار السنة دي نازل كله يعني نور، ما تفهموش في ايه، ولا كأننا عمرنا ما كنا قبل كده، ولا الاكل ده اول مرة نشوفه. فقطعت بقى كده الطماطم والخضرة برضو، قطعت كده حزمتين. غسلتهم يعني، وقلت ايه هقطعهم، وشلت الحزمة التالتة مش هحتاجها تبقى بزيادة يعني، لان انا هعمل طبق سلطة يعني مش كبير قوي، يدوبك على قد الغدا ولو اتعشينا او حاجة وبس. قطعت كمان كده فلفلتين رومي، علشان احنا طبعا ملناش في الحامي. انا الحامي ده بص ممكن اكله يعني في الاندومي كشري كده، لكن في الاكل عموما ما بحبش بصراحة الاكل اللي يكون حامي قوي. قطعت كمان بصلايه حمرا كده عشان تدي كده تسكيره كده حلوه للسلطه. ومفيش بقى خيار ولا جزر، فهستكفى ايه بالسلطه دي كده طماطم ببصل بخضره. وبصراحه يعني انا بميل اكتر للسلطه اللي من النوع ده، ماليش قوي في الخيار في السلطه بصراحه، يعني مش بحبه او مش مايله ليه قوي، نادرا كده عن ما بعملها يعني واحط فيها خيار. عصرت كمان بقى ليمونه كده حلوه، واحط بقى البهارات بتاعتي بقى، شويه كزبره شويه فلفل، سنة شطة حمرا لو عايزة، مش عايزة خلاص زي كده مش هحط، فالحمد لله خلاص على كده. وحطيت كمان شوية ملح، وحط كمان شوية زيت، وكمان نقطة خل كده، مش بكتر خل قوي عشان انا مش بحبه، فمكترتش يعني مكترتش قوي، هو بس عشان انا خرمة كده الازاز خرم صغير، فتحس ليه بتطلع كتير، بس هما يعتبر معلقة خل مثلا. هقلب بقى كده طبق السلطه ده، وكده خلاص السلطه جاهزه معايا. بصوا شكلها والله شكلها قمر. هركنها بقى على جنب، ونعمل ايه شويه طحينه. طبعا كل ده انا حاطه الفراخ بتستوي، وكمان عملت الرز بشعريه حطيته على النار من قبل اصلا ما احط الفراخ، قلت ايه عشان اخلص كده حاجه حاجه وانجز وقت يعني. لان بصراحه انا خلصت وقبل ما ناكل يعني، انا جهزت الاكل، عملت السلطه والطحينه وحطيت كمان الاكل يستوي، قمت بقى ماسكه المطبخ ده قبل الفطور. بصوا ظبطته، غسلت البوتاجاز، طبعا كنت قفلت على البوتاجاز من فوق، الفرن بس اللي كان شغال، فغسلت البوتاجاز، وغسلت بقى كده الرخامات، ولمعت الارض، قصدي المطبخ الالمونتين كله اتغسل، غسلته كله بالسلكة كده بالليفة قصدي والصابون، ودلقت بقى مية كده بقى، مشيت بصراحة بالخرطوم على الضرف كلها كده غسلتها، واللهم صل على النبي. وعملت كمان الارض دعكتها بقى بشويه كلور وشويه اوكس كده، وخليتها فله. فالمطبخ كده عايزه اقول لكم رجع تاني اكننا في دخلة رمضان بقى، او في دخلة العيد والكلام ده كله. بصراحه بقى شكله حلو قوي، وشكله كده يفتح النفس. كنت مكسله نفسي عماله اقول لما افطر هعمل، بس انا عارفه بفطر وبأنتغ بطريقه مش طبيعيه، مش عارفه ليه، مش عارفه انا بس اللي كده ولا كل الناس كده، بس بعض الناس اللي حواليا كده يعني البعض. فانا مش عارفه بقى دي حاجه طبيعيه كده عند الناس كلها ولا ايه. هنا بقى الاكل خلاص كان خلص، وطبعا انا في الوقت ده كنت خلاص عملت المطبخ يعني، بس هوريهولكوا بقى بعد ما اوريكوا الفطار الاول.
حطيت بقى هنا كده شويه خضره في الطبق، ولقيت الطبق صغير فنقلت ايه في طبق كبير. بصوا بقى الفراخ ما حمرتهاش قوي عشان حصلت عندي مشكله في البوتاجاز، وكنت مرعوبه فقفلت الغاز، مش عارفه سمعت صوت غريب في البوتاجاز فاتخضيت وقمت قافله الغاز خالص، ولقيتها بقى اتحمرت كده. كان نفسي احمرها اكتر اللي هي تبقى مشويه كده، بس للاسف ملحقتش. فالحمد لله بقى إن انا كنت خلصت اصلا بقيه الاكل، عشان ما كنتش هعرف هكمل الاكل ازاي لما البوتاجاز عمل الصوت ده. بس الحمد لله جينا شغلناه تاني واشتغل. حطيت بقى هنا الفراخ كده، وحطيت طبعا خضرة كده حواليها وفوقيها، وخليتها ايه بقت تحفة كده. كان نفسي ايه احرمشها كده اكتر وخليها تغمقها اكتر، بصراحة بحبها وهي بتبقى غامقة كده الفراخ. بس يلا بقى ايه، ما علينا، اتحمرت برضو حلو يعني مش وحشة. بس انا كانت النية يعني اللي انا كنت عايزاها اعملها مشوية اصلا، فاهمين؟ فعشان كده حاسة بفرق. وغرفت بقى هنا طبق البطاطس، وشكله بصراحة قمر كده. وكده بقى الفطار عندنا جاهز، وهنطلع نفطر على طول. هنا بقى بعد ما فطرنا قمت بقى انا طبعا الزينة زي ما هي، كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة اتشالت من مكانها. ان انا طبعا جه موضوع وفاة بابا وكانت النفسية يعني صفر، فما شلتش اي حاجة، دوبك نضفت الشقة كده ولمعتها وفرشت على طول، ما عملتش حاجة يعتبر قوي. فكنتش بقى لميت الزينة، وطبعا انتوا عارفين يعني، مش عارفة اتحسدت ولا ايه، شكلي كده اتحسدت يا جماعة. كنت كل سنة رمضان يخلص اشيل الزينة على طول، محبش اسيبها عشان ما تتبهدلش، عشان لما اجي رمضان اللي بعده الاقي حاجتي نضيفة وجديدة زي ما هي. فما كانش في وقت بقى ان انا اشيلها، فحان الوقت اللي انا اشيل فيه الزينة. قلت بقى اشارككم معايا كده، انا بلم حاجتي كلها. وبصوا بقى الدليات اللي احنا كنا جايبينها الجديدة دي، اللي الكيس بتاعتها كانت لسه موجودة، فعبيتها فيها زي ما هي. وان شاء الله بقى احافظ عليهم كده للسنة الجاية، علشان نعلقهم كده مع بعض. هنا بقى خلاص عبيت الدلايات دي في الاكياس بتاعتها، والزينة كمان. انا عندي الكيس اللي هي بتاعت الملابس الكبيرة دي، كيس بلاستيك يعني اللي هي تحط فيها الملابس. حطيت فيها الزينة المثلثات دي ولميتها كلها كده، زي ما بلمها كل سنة. طبعا نضفت اي تراب عليها علشان ما اشيلهاش بالتراب بتاعها يعني. واي حاجة تانية بقى كده كبيرة زي علبة المناديل، الفانوس، الهلال، كل ده بقى ايه كيسته كده في اكياس من عندي، وحطيتهم ايه في الكرتونة فوق بعض. هنا كمان حطيت الطبل بتاعت العيال والكعبة الصغنونة، وفي الطبل التانية دي القديمة برضو شلتها. وبيجو وطمطم كمان كيستهم، مع انهم عايزين يتغسلوا، بس ايه نكيسهم احتياطيا عشان ما يتبهدلوش اكتر من كده. يعني مالك كان عامل لبوجي اللهم صل على النبي، كان عامل له حواجب بالكحل بتاعي، فمبهدله خالص. فلما طلعهم بقى باذن الله نبقى نغسلهم كده ويتعلقوا ايه نضافة على طول. هنا بقى الفانوس ده كمان كان محطوط في اوضه العيال، برضو طلعته كده ولبسته كده كيسين، وكده برضو جاهز ان انا اشيلهم فين بقى لحد دلوقتي لسه ما قررتش، بس مصيرهم يعني هيتشالوا. حطيتهم دلوقتي في الصاله كده على جنب لحد ما اشيلهم باذن الله. وكمان الفانوس الكبير برضو كيسته كده وبرضه هشيله. بصوا بقى المطبخ خلاص كده بعد ما خلص. عملته بصراحه مع نفسي بسرعه، مرضتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده عشان ما تزهقوش مني. غسلت بقى كده الرخامات والبوتاجاز من فوق ومن الازاز بتاعه وظبطته. طبعا الاكل انا شايلاه في الفرن عشان احنا خلاص كلنا يعني. فحطيت الاكل في الفرن، وولعت كمان عود بخور كده، قلت كده ايه نبخر كده بقى مكان الاكل والروايح والكلام ده. هنا بقى خلاص طفيت النور كده، وخلاص بقى ايه الحمد لله المطبخ كده نضف. قضينا بقى يومنا عادي خالص خالص. نزلنا بقى بالليل، جبت اللوسين ده علاج علشان عندها حساسيه يعني متعرفش تنام طول الليل من مناخيرها، متقدرش تتنفس اصلا بالليل. فنزلت جبت لها علاج، وجبت لهم كمان البسكوت بالشوكولاته ده عشان هما عايزينه بقالهم كام يوم. فنزلت جبت لهم كده نص كيلو، يمكن اكتر كمان من نص. وده بيتباع في المقلة يعني، موجود في اي مقلة، بيتباع بالكيلو، كيلو تقريبا ب190. فجبت لهم نص كيلو. وعملت ليه بقى ايه كوبايه شاي بلبن. عايزه اقول لكم في الوقت ده انا كنت صاحيه لوحدي، كل كان نام، وانا طبعا قايمه تاني يوم صايمه. فقلت ايه مش عايزه اكل اكل بصراحه من اللي احنا كنا عاملينه، وفي نفس الوقت مكسله اجهز سحور، يعني في جبنه وبس كده وبيض الفيديو بتاعي وشيبسي خلص والكلام ده، النهارده، واشوفكم بس في فيديو مكسله اجهز جديد سحور ومع طالما هاكل السلامه. لوحدي. متنسوش فعملت كده تكلموا شاي منى بلبن وتطلبوا طلعت منها بسكوت شغل دي، وده الديكور كده بتاع السحور القمر. بتاعي. وهسيب لكم طبعا بفكركم تاني هسيب لكم اللينكات بتاعتها ورقم التليفون في اول كومنت مثبت. يلا مع السلامه.